قومي شو عم تصوري؟ ضرب قنبلة قنبلة شو؟ قنبلة نووية. ما بقوم. ليش؟ ما بقوم لأعرف شو النوع اللي ضربوه علينا. لك رح نتبخر، قومي. لك شو هو النوع؟ ما بقوم لأعرف شو هو النوع بالضبط. هات الكتالوج أشوف. إذا مفكر إنه القنبلة النووية هي وحدة فبتكون غلطان وعلى نياتك، وأنا من رأيي إنك تشوف هالحلقة اللي رح تطلع منها متثقف وعارف وين الله حاطك، مشان إذا صار ما صار بعيد الشر تعرف على الأقل بشو رحنا فيها. لما نحكي عن حرب نووية محتملة نحن فعليا عم نحكي عن كتالوج من الأسلحة اللي تطورت عبر التاريخ لترضي سيكولوجية جنون العظمة عند القادة تبعنا الله يخلينا ياهن. ومشان نفهم شو اللي ممكن ينرمى وينضرب بهي الحرب تحديدا بين إيران وأمريكا لازم نعمل جولة مفصلية ومخيفة بهالكتالوج، ونفهم كيف العقل البشري اللي اخترع البنسلين وسافر على الفضاء سخر أذكى عقول الفيزياء عبر التاريخ ليخترع طرق عبقرية ليبيد حاله عن وش الأرض ببساطة. خلونا نبلش بأول صنف على القائمة. شو رأيكم؟ الصنف الكلاسيكي اللي بيعتبروه اليوم مجرد مقبلات بعالم التسلح، القنبلة الذرية الانشطارية. هاي القنبلة اللي انضربت على هيروشيما اللي ما بنعرف غيرها وناغاساكي ونهت الحرب العالمية الثانية. الفكرة فيها ببساطة مرعبة، بتعتمد على شق أو انشطار ذرات يورانيوم أو بلوتونيوم، وهذا الانقسام بيولد طاقة وحرارة بتصهر الحديد والبشر بثانية وحدة مثل ما كلياتنا شفنا للأسف. هلأ بوقتها العالم وقف مصدوم من هول الكارثة، مدينة كاملة تبخرت بلمح البصر، والناس اعتبرت انه هذا هو السقف النهائي للإبداع البشري. بس المفارقة النفسية المريضة والتاريخية انه بدل ما البشر يتعظوا ويقولوا خلاص بقى لازم ننهي هالمهزلة بعد الشيء اللي شفناه، لا، صاروا يعتبروا قنبلة هيروشيما مجرد بروفا. دول العظمى دخلت بسباق تسلح هستيري، كل واحد بده يثبت للتاني انه بيقدر يعمل دمار اكبر، وكأنه التدمير صار مقياس للسيادة والهيبة الوطنية. وهيك انتقلنا من القنبلة اللي بتمسح المدينة للصنف الثاني والأرعب بالمنو. جاهزين؟ هون بندخل على الوزن الثقيل، القنبلة الهيدروجينية أو الاندماجية. إذا كانت القنبلة الأولى بتعتمد على شطر الذرة، فهي القنبلة بتعتمد على دمج ذرات الهيدروجين مع بعضها، وهي نفس العملية الفيزيائية اللي بتصير بقلب الشمس تماماً. يعني العقل البشري قرر يجيب شقفة من الشمس ويفجرها على الأرض. قرب شوي لأشرح لك حجم الكارثة. القنبلة الانشطارية بتولد طاقة بتنقاس بالكيلو طن، أما الهيدروجينية بتولد طاقة بتنقاس بالميجا طن، يعني أقوى بآلاف المرات. روسيا مثلا جربت بوقتها قنبلة سموها القيصر، قوتها كانت بتعادل كل المتفجرات اللي انضربت بالحرب العالمية الثانية، بس مضروبة ب10. وهذا النوع من الأسلحة ما انعمل لينضرب بمعركة عسكرية أو ليستهدف دبابة، هذا انعمل كأداة للردع النفسي المطلق، والهدف منه يوصل رسالة للخصم: أنا مو بس رح أهزمك، أنا رح أمحي وجودك الجغرافي من الخريطة أنت واللي بيتشدد لك. بس بسبب هذا الحجم المرعب من الدمار صار استخدامها شبه مستحيل سياسياً وأخلاقياً، يعني بين قوسين، لأنه اللي بيضربها رح يتلقى ضربة مثلها. وهذا اللي خلق نظرية الدمار المتبادل المؤكد اللي منعت العالم يتبخر بأيام الحرب العالمية الباردة. وهلأ بنوصل لأخطر صنف بالمنو. جاهزين؟ هذا الصنف غالباً رح يكون بطل الحلقة إذا ولعت بين أمريكا وإيران: الأسلحة النووية التكتيكية. القيادات العسكرية بأمريكا وروسيا قعدوا مع بعض بقعدة صفا وقالوا: طيب نحن عنا قنابل بتمسح دول عن الخريطة، لك بس ما عم نقدر نستخدمها لأنه رح نتدمر نحن كمان. طيب شو الحل؟ الحل كان باختراع قنابل نووية صغيرة وململمة، قوتها التدميرية محدودة ومصممة لأهداف دقيقة، مثل تدمير لواء عسكري كامل أو اختراق جبال وتحصينات. بس خطورة هالسلاح التكتيكي مو بحجم دماره، خطورته النفسية والسياسية إنه قابل للاستخدام، يعني فينهم يستخدموه بضمير مرتاح، يعني حرفياً بخليه قادة يحسوا إنهم بيقدروا يضربوا نووي بدون ما ينهوا العالم. وهذا وهم، هذا وهم قاتل هن حبوا يبيعوه للعالم. لأنه مثلاً خلونا نحكي بحالة إيران، أمريكا بتعرف إنه أهم المنشآت النووية الإيرانية مثل فوردو ونطنز مدفونة تحت مئات الأمتار من الصخور الصلبة، والقنابل التقليدية مهما كانت ذكية
ما رح تقدر تخدشها ولا خدش. لهيك الخيار الوحيد المطروح على طاولة البنتاغون بحال اندلعت حرب شاملة وقرروا يضربوا الإيران ضربة قاضية هو استخدام قنابل نووية تكتيكية خارقة B61. هاي القنابل مصممة لتنغرس بالصخر وتنفجر تحت الأرض لتولد هزة أرضية وحرارة بتصهر المفاعل واللي فيه مع تسريب إشعاعي مدروس حسب زعمهم العسكري. طب حتقولوا لي وين المشكلة طالما رح تنفجر تحت الجبل؟ لا يا أعزائي، الفخ هون إنه بمجرد ما ينضرب أول صاروخ نووي تكتيكي بيسقط المحرم أو التابو النووي اللي ضل عايش ومحترم حاله من 1945. الالتزام الأخلاقي اللي كان مانع استخدام هالسلاح رح يودع المونديال للأبد، والعالم حيدخل بمرحلة جديدة كلياً ما حدا بيعرف لوين رح توصل، لأنه مين بيضمن أنه الضربة التكتيكية المحدودة ما تستفز الخصم ليرد بكل ما أوتي من قوة وتدحرج كرة الثلج لحرب شاملة تشتعل بالمنطقة كاملة. المشكلة أنه السلاح اللي اخترعوه ليحلوا فيه مشكلة استعصاء عسكري رح يفتح باب جهنم على الكوكب كله من دون أي خطة للتراجع. تخيل المشهد معي، الساعة 3 الفجر بتوقيت طهران، هدوء تام بجبال زاكروس وتحديدا جبل فوردو اللي بيبعد عن العاصمة حوالي 150 كيلو متر. وهذا الجبل اللي ما بيعرفه هو مو مجرد تضاريس طبيعية جميلة، هذا الجبل بيعكس عقلية كاملة، عقلية الحصار والارتياب اللي حكينا عنها قبل. المهندسين الإيرانيين حفروا بقلب الصخر الصلب ونزلوا مئات الأمتار لتحت الأرض وصبوا آلاف الأطنان من الإسمنت المسلح والخرسانة الخاصة ليعملوا قلعة نووية بيعتقدوا إنها محصنة ضد أي شيء ممكن يخترعه العقل البشري. هي العمارة الدفاعية بتشبه إلى حد كبير قلاع الحشاشين التاريخية بإيران، وتطبيقاً لفكرة إنك تتحصن ببطن الجبل وتخلي عدوك يحفر بالصخر بأظافره ومستحيل يوصل لك. بس بالجهة الثانية من العالم وتحديداً بقاعة وايتمان الجوية بولاية ميسوري الأمريكية في عقلية مضادة شغالة، عقلية بتآمن إنه ما في قفل ما له مفتاح وما في جبل ما بينطحن. طيارة شبحية من طراز B2 سبيريت لونها أسود وبتمتص الرادارات مثل كأنها شبح حقيقي، طايرة على ارتفاع شاهق جدا فوق المجال الجوي الإيراني. الطيار ما بيشوف الهدف بعيونه، كل شيء قدامه عبارة عن أرقام وإحداثيات على شاشة خضراء. بلحظة الصفر بينفتح بطن الطيارة وبتنزل قنبلة من القنبلة التكتيكية الخارقة اللي حكينا عنها قبل، B61. القنبلة ما بيكون لها صوت مرعب وهي نازلة، لا، ما بتعمل صفير مثل أفلام هوليوود، بتنزل بسرعة جنونية بتخترق جدار الصوت وموجهة بالليزر لتضرب نقطة الضعف الهندسية بالجبل بالمليمتر. وهون بتبلش الثواني المرعبة. بمجرد ما يلامس رأس القنبلة المصنوع من معدن صلب جدا واليورانيوم المنضب سطح الجبل ما بتنفجر، وهذا هو السر المرعب تبعها، وهذا اللي بيميزها عن أي سلاح تاني بالمنيو. القنبلة مبرمجة لتشتغل مثل الإبرة، تستخدم طاقتها الحركية ووزنها لتغوص بالصخر والخرسانة لمسافة بتوصل لعشرات الأمتار تحت الأرض. وهي اللحظة اللي بتستغرق أجزاء من الثانية هي قمة العبقرية الشيطانية بالفيزياء. القنبلة تستنى لحتى تصير بقلب المفاعل وبوسط أجهزة الطرد المركزي اللي عم تدور وتشتغل، وهون بس الصاعق بيعطي الأمر بالانفجار النووي. والنتيجة مو فطر نووي كلاسيكي بالسما بيضوي مثل الشمس مثل ما صار بهيروشيما، لا، النتيجة هي زلزال موجه ومكتوم. الانفجار بيولد فجأة حرارة بتوصل لملايين الدرجات المئوية بقلب مساحة مغلقة، الصخر بيتبخر، الفولاذ بيصير غاز، والضغط بيولد موجة صدمية بتتصرف مثل تسونامي بس بقلب الجبل. وهون الجبل كله بينتفض من مكانه والأرض بتهتز بقوة بتسجلها مراكز الزلازل بكل العالم على أنه زلزال مدمر بقياس ريختر. بس الفرق أنه مركزه مو صدع تكتوني، مركزه قنبلة نووية أمريكية. حرفياً كل شي جوا فوردو بينسحق بثانية واحدة،
العمال، العلماء، أجهزة الطرد المركزي، اليورانيوم المخصب، كله بينخلط ببعضه بفرن ذري تحت الأرض. الجنرالات بالبنتاغون بيسموا هاي العملية ضربة جراحية نظيفة، على أساس إنه الانفجار إذا صار تحت الأرض والجبل كتم الإشعاع هيك بيريحوا ضميرهم الأخلاقي بين قوسين والسياسي. بس بينسوا طبعا إنه الطبيعة والفيزياء مالهم ناطرين يقروا تقارير البنتاغون لحتى يتصرفوا على أساسها. الضغط الهائل اللي تولد تحت الأرض لازم يلاقي منفذ، فبيشق الصخر لفوق وبيعمل فتحة أو حفرة بركانية عملاقة براس الجبل، ومن هاي الفتحة بينطلق عمود أسود من التراب المنصهر والغازات السامة والمواد المشعة للغلاف الجوي. يعني من الآخر كذبة النووي النظيف تنكشف بأول ثانية بعد الانفجار. هذا التراب المشع اللي كان قبل دقايق جبل ومفاعل صار هلأ حر بالهواء وناطر تيارات الرياح لتقرر وين رح يروح ومين رح يخنق. بهاي اللحظة الصدمة ما بتكون بس جيولوجية وعسكرية، الصدمة بتكون سايكولوجية بتشل العالم كله. بغرف القيادة بطهران الشاشات اللي كانت عم تراقب المفاعل بتصير سودا فجأة والاتصالات بتنقطع. بياخد الموضوع دقايق لحتى يستوعبوا انه الجبل اللي راهنوا عليه انمسح من الوجود مع كل شي فيه وجواته. اما بواشنطن حيكون في صمت قاتل، لانهم بيعرفوا انهم للتو ارتكبوا جريمة المحرم النووي واللعبة تغيرت للأبد. العتبة اللي كانت حامية البشرية ل70 سنة اندعس عليها بدم بارد، والسؤال اللي بيطرح نفسه بهي اللحظة مو هل دمرنا المفاعل، السؤال المرعب هو كيف رح يردوا يا ترى؟ القيادة الإيرانية بهي اللحظة بتكون انحشرت بالزاوية المميتة. السكوت بيعني نهاية النظام وانهيار هيبته الإقليمية والتاريخية قدام شعبه وقدام العالم. والرد العادي بالصواريخ التقليدية ما عاد يكفي ليرقع حجم الإهانة والضربة النووية اللي أكلوها. هاي الثواني والدقايق الأولى رح تحدد مستقبل البشرية كلها. استخدمنا أقصى درجات الذكاء العلمي لنصنع سلاح بيعالج مشكلة تكتيكية معقدة جدا، بس بنفس الوقت فتحنا باب جهنم لدمار إقليمي وعالمي ما حدا بيقدر يلملم نتائجه. التكنولوجيا العسكرية تفوقت على النضج السياسي والأخلاقي بمراحل، وصرنا مثل أطفال عم يلعبوا بعيدان كبريت بغرفة مليانة بارود ومقتنعين إنه فينا نتحكم بحجم الحريقة ومسارها. طيب الضربة صارت والجبل انباد تماماً والغبار الذري عم يسبح بالسماء. بهي اللحظة تحديداً الوقت بغرف القيادة بطهران ببطل ينقاس بالثواني والدقايق والحسابات السياسية الباردة، وبيصير ينقاس بالعقيدة والتاريخ والكرامة. لفهم شو رح يصير بالدقيقة اللي بعد الانفجار لازم نحط الحسابات العسكرية تبع جنرالات البنتاغون على جنب وندخل للسيكولوجية العميقة اللي بتحرك العقل الإيراني وصناع القرار فيه. غالباً القيادة هنيك ما بتشوف المعركة مجرد صراع جيوسياسي على نفوذ بالشرق الأوسط أو خلاف على أسعار النفط، بل بتشوفها امتداد تاريخي وعقائدي لمعركة كربلاء، معركة بين قوى الخير المستضعفة وقوى الاستكبار العالمي. فكرة المظلومية ورفض الذل والوقوف بوجه العدو حتى لو كان الثمن هو الفناء الجسدي، هي هاي المحرك الأساسي لأي قرار رح يتاخد بهاي اللحظة المصيرية. الاستسلام أو حتى الصمت التكتيكي بعد كسر العتبة النووية بيعني حرفياً انهيار شرعية النظام من الداخل قبل الخارج، وهذا بيعني إنه مساحة المناورة الدبلوماسية وخيار اللعب على حافة الهاوية خلص وقته تماماً، وإجت لحظة القفز بالهاوية نفسها بكل ما تملك من قوة. بناء على هاي التركيبة النفسية والثقافية المعقدة، الرد ما رح يكون مجرد إطلاق كم صاروخ لحفظ ماء الوجه مثل ما بيصير بالاشتباكات العادية. الرد رح يكون تفعيل فوري ومميت لشيء اسمه طوق النار أو استراتيجية الساحات الموحدة. العقلية العسكرية الإيرانية على مدار عقود ما كانت غبية لتبني جيش نظامي كلاسيكي وتطوره ليواجه أمريكا دبابة لدبابة أو طيارة لطيارة، لأنها بتعرف إنه هالمواجهة خاسرة سلفاً وبفارق تكنولوجي مرعب.
بدال هيك بنت شبكة عنكبوتية معقدة جدا من الفصائل والوكلاء الممتدين من جبال اليمن لسهول العراق لمدن سوريا وصولا لجنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني مصمم هيكليا ليكون لا مركزي بحالة الطوارئ القصوى، يعني بمجرد ما ينعطى الأمر اللاسلكي الأول أو حتى لو انقطعت الاتصالات المركزية بسبب النبضة الكهرومغناطيسية تبع الضربة النووية، هاي الشبكة كلها مبرمجة لتستيقظ دفعة وحدة وتشتغل بشكل مستقل. الهدف مو ضرب هدف عسكري واحد، بل اشعال المنطقة كلها بآلاف الصواريخ الباليستية والمسيرات الانتحارية اللي بتنطلق من منصات مخفية تحت الأرض باتجاه كل قاعدة أمريكية وكل منشأة نفطية تابعة لحلفاء أمريكا بالشرق الأوسط. هاي استراتيجية بسموها عسكريا الإغراق الراداري، يعني توجيه سيل كثيف وعشوائي بيخلي أحدث أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية أو الباتريوت تعجز عن صد كل شيء. وهذا التكتيك غير المتماثل هو الرد السايكولوجي الأذكى لتحويل الضعف التكنولوجي لقوة تدميرية بتشل الخصم. وهي الفوضى العسكرية الشاملة رح تقودنا فوراً لأخطر ورقة ضغط تمتلكها إيران، الورقة اللي رح تخلي العالم كله من أقصى الشرق لأقصى الغرب يدفع ثمن الضربة النووية الأمريكية التكتيكية بخلال ساعات معدودة. تم إغلاق مضيق هرمز، وللي ما بيعرف هذا المضيق هو مو مجرد ممر مائي عادي أو حدود بحرية بترسم على الخريطة، هذا حرفياً الوريد الوداجي للاقتصاد العالمي. لما القيادة الإيرانية رح تلاقي حالها عم تتعرض لإبادة نووية تكتيكية وتشوف جبالها عم تتبخر، القرار البديهي والسريع حيكون علي وعلى أعدائي سكروا المضيق على السريع، لأنه إغلاق المضيق ما بيحتاج أساطيل بحرية ضخمة، مجرد إغلاق كم سفينة تجارية عملاقة بمدخل المضيق ونشر ألغام بحرية بشكل عشوائي ومكثف وتوجيه بطاريات الصواريخ الساحلية الانسيابية لأي قطعة بحرية بتتحرك بالمي، بيعني إنه 20% من إمدادات النفط العالمي انقطعت بلمح البصر وانحبست بالخليج. وهذا الشيء اوريدي بلش يصير واوريدي ارتفعت أسعار المحروقات. بمجرد ما يطلع أول خبر عاجل عن ضرب سفينة، شركات التأمين البحري العالمية رح توقف تغطية أي ناقلة نفط بتفكر تقرب من هالمنطقة، وهذا لحاله كافي ليعمل شلل كامل بأسواق المال والبورصات من طوكيو لنيويورك للندن. تأثير هالشلل الاقتصادي ما رح يطول ليوصل لجيبتك ولصحن أكلك. وين ما كنت عايش وبأي قارة، هذا الانقطاع المفاجئ بعصب الطاقة بيعني إنه سعر برميل النفط رح يوصل لأرقام خيالية وتاريخية، ممكن يوصل ل 200 أو 300 دولار للبرميل بيوم واحد. سلاسل التوريد العالمية اللي العالم الحديث باني أمجاده عليها وهي أصلاً هشة ومبنية على التوصيل السريع والتكلفة المنخفضة رح تنهار تماماً مثل أحجار الدومينو. المصانع الكبيرة بأوروبا وآسيا رح تبلش تعلن إفلاسها أو توقف إنتاجها فوراً بسبب التكلفة المرعبة للطاقة، وأسعار الشحن الجوي والبحري رح تتضاعف عشرات المرات. لك إذا شقفت كورونا خلى الأسعار تزيد والسلع تنفذ، فما بالك بهيك كارثة؟ هذا الانهيار رح ينعكس فوراً على رفوف السوبر ماركت بمدينتك اللي رح تبلش تفضى. الأكل، الدواء والمواد الأساسية رح تصير حكر على الطبقات الغنية اللي قادرة تدفع أضعاف مضاعفة، بينما الطبقات المتوسطة والفقيرة بالعالم رح تلاقي حالة فجأة عم تواجه شبح الجوع والبرد وانهيار العملات المحلية. هذا التشابك المرعب بيثبت لنا أنه الحروب الحديثة، وخاصة إذا دخل فيها العامل النووي، حتى لو سموه تكتيكي ومحدود، مستحيل تضل محصورة بحدود جغرافية ضيقة أو بين جيشين. الكوكب كله صار عبارة عن جسد واحد، إذا انضرب عضو فيه بمرض خبيث كل الأعضاء التانية رح تعاني من الحمى والموت البطيء. وهون بتكتمل دائرة العبث الإنساني والجنون التكنولوجي اللي وصلنا له. القرار اللي اتخذوا شوية قادة قاعدين بغرف مكيفة ومحصنة تحت الأرض على بعد آلاف الكيلومترات من أرض المعركة عم يدرسوا ملفات ويشربوا قهوة، رح يخلي مواطن بسيط بدولة بعالم ثالث أو عامل مصنع بأوروبا يفقد وظيفته وقدرته على إطعام أولاده ويتحول للاجئ اقتصادي، بينما الشعوب اللي بالشرق الأوسط رح تكون عم تحترق حرفياً
بنار الصواريخ وتتنفس إشعاع الغبار الذري. وهي اللحظة اللي بتسقط فيها كل شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتحالفات الدولية والأمم المتحدة، وبيتحول فيها العالم لغابة بدائية بشعة البقاء فيها مو للأقوى ولا للأذكى، بل للأقل تضرراً والأبعد عن مركز الانفجار. وهلأ بعد ما ينجلي غبار المعركة الأول وتبرد الأرض المحروقة، منوقف كلياتنا قدام المراية لنشوف وشنا الحقيقي بدون أي فلاتر سياسية أو إعلامية. كل هذا الدمار اللي حكينا عنه من مفاعل فوردو لانهيار الاقتصاد العالمي لملايين النازحين اللي عم يدوروا على شربة مي نظيفة، بيخلينا نسأل سؤال فلسفي وتاريخي مرعب. نحن كجنس بشري لوين رايحين؟ المشكلة الحقيقية والصادمة مو بقوة السلاح النووي ولا باليورانيوم المخصب، المشكلة بالبني آدم اللي اخترعه وسخره ليفني حاله. تخيلوا المفارقة الساخرة والمبكية، نحن الكائنات اللي قدرنا نفك شفرة الجينيوم البشري ونبعث مركبات تستكشف المريخ ونخترع ذكاء اصطناعي بحاكي العقل، بس لما نختلف مع بعض على قطعة أرض أو نفوذ سياسي بنرجع فوراً لغريزة رجل الكهف. الفرق الوحيد إنه رجل الكهف كان يضرب خصمه بعصاية، ونحن صرنا نضرب بقنبلة بتنشطر فيها ذرات اليورانيوم لتشوي مدن بحالة. الخدعة الكبرى اللي عاشتها البشرية من وقت ما انتهت الحرب العالمية الثانية لليوم هي كذبة سياسية سموها الردع النووي أو توازن الرعب. القادة العسكريين أقنعونا وأقنعوا حالهم أنه وجود سلاح قادر ينهي الحياة على الكوكب هو الضمان الوحيد اللي يمنعنا من أنه نستخدمه. ما بعرف شلون. الفكرة بحد ذاتها عبثية، كأنك حاطط قنبلة موقوتة بنص غرفة القعدة ومقتنع أنه مجرد وجودها رح يخلي عيلتك كلها تتصرف بأدب واحترام طول الوقت. هذا مو سلام، هذا أسر نفسي جماعي وحالة ارتهان دائم للموت. الثقافة اللي بتنبنى على الخوف الوجودي المستمر بتفرز مجتمعات مشوهة بتتقبل فكرة أنه إبادة ملايين البشر هي مجرد خيار مطروح على طاولة المفاوضات، وممكن يتبرر بمصطلحات سياسية باردة مثل الضرب الاستباقية أو الدفاع عن الأمن القومي. لما نوصل لمرحلة يصير فيها دمار الكوكب هو مجرد وجهة نظر أو تكتيك عسكري لتحسين شروط التفاوض، فاعلم أن البوصلة الأخلاقية انتهت للأبد، وأنه قرار الانتحار الجماعي اتاخد سلفا، وعم نستنى بس اللحظة المناسبة أو الغلطة الصغيرة لننفذه. وإذا أسقطنا هالكلام على الصراع بين أمريكا وإيران منلاقي إنه التاريخ عم يعيد نفسه بس بنسخة أكثر دموية ونهائية. كل الإمبراطوريات اللي حكمت المنطقة من الفرس للرومان للمغول كانت تفكر إنه وصلت للقوة المطلقة، ومع ذلك كلها انبادت وصارت مجرد أسطر بكتب التاريخ لأنها انغرست بفخ الغرور وتجاوزت حدودها. بس الفرق اليوم إنه انهيار أي قوة عظمى أو إقليمية ما رح يكون مجرد تغير سياسي أو تبديل أعلام فوق المباني الحكومية، بل رح يكون انهيار بيسحب معه الكوكب كله للهاوية. العقد النفسية التاريخية وجنون العظمة ورفض التنازل اللي حكينا عنهم بالبداية هن الوقود الحقيقي لهاي الحرب. يعني بالنهاية القنابل ما رح تنفجر لحالها، في بني آدم مثلي ومثلك هو اللي رح يعطي الأمر. بني آدم بفضل يشوف العالم كله عم يحترق ويتحول لرماد على أنه يعترف بهزيمته أو يتنازل عن كبريائه الوهمي قدام خصمه أو قدام شعبه. وبالنهاية وقت تهدى صفارات الإنذار ويبطل في شاشات تبث الأخبار العاجلة لأنه ببساطة ما عاد في كهرباء ولا شاشات ولا حدا عايش ليتفرج عليها، الطبيعة رح ترجع تاخد مجراها ببطء شديد وتصلح اللي خربناه، بس من دوننا هالمرة. الكوكب أكيد ما رح يزعل علينا، رح يكمل دورانه حول الشمس ببرود كأنه ما كنا موجودين أساساً. المأساة الحقيقية مو أننا انقرضنا، المأساة أنه نحن الكائنات الوحيدة بالكون اللي هندست انقراضها بإيدها ودفعت تريليونات الدولارات لتصنع الأداء اللي رح تمحيها. المأساة أنه ملايين الناس العاديين اللي كان أقصى طموحهم يعيشوا بسلام، يربوا أولادهم ويأمنوا لقمة عيشهم، استخدموا كحطب لمعركة عبثية ما بيعرفوا عنها شيء، بس لأنه في كم شخص قاعدين بغرف محصنة قرروا ياخدوا دور الآلهة.
هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتمنى تكون هالغوصة العميقة بالتاريخ والنفس البشرية خلتنا نشوف هالصراع من زاوية مختلفة تماما عن الأخبار اليومية المستهلكة. ودائما تذكروا التاريخ ما بيرحم اللي بيقرأ صفحاته وما بيتعلم منها. سلام.